حاجة كنت عايز أتكلم عليها سريعا. للأسف يعني تفشت في الجمهور المصري اللي بيشجع الكورة، وهي إن انصر ناديك ظالما أو مظلوما، وقول كلام ردده حتى لو مش مقتنع بيه. ويعني وما دام إن يعني الكلام ده بيصب في رأيي اللي في مصلحة النادي فأنا هقوله. حتى لو الرأي المنطقي والعكس أنا هقعد بقى بكل ما أوتيت من قوة إن أنا أعارض هذا الرأي المنطقي الصحيح. طب عشان ما نجعلص الكلام كده ندي مثال، زي مثلا إن أنا أحاول أقلل من أي لعيب مثلا في النادي المنافس حتى لو أنا شايفه جامد. أنا ببقى عارف من جوايا إنه جامد، بس بقلل منه على اقتناع، على أساس إن أنا قال يعني كده بقى بنصر النادي بتاعي، قال يعني انا كده بقى بكسر في اللعيب ده، قال يعني انا كده بقى اهلاوي قوي او زملكاوي قوي. انت كده مدلس بالنسبه لي، انت كده ما هو حاجه بالاتنين، يا حمار، انا اسف جدا والله يعني، حمار في الكوره ما بتفهمش، يا مدلس عارف الحقيقه وبتدلسها. يا جماعه الانتماءات ملهاش علاقه بالاراء. يعني انا ممكن اشوف لعيب في النادي المنافس جامد وابقى متغاظ منه ومش طايقه، بس اعترف انه جامد، والعكس صحيح. لكن ما يبقاش لعيب في الفريق المنافس الناس كلها بتقول انه احسن لعيب في مصر، وانا بقول عليه ده بالونه وبلينات وعرضيات، ولما يجي عندي بقى هو ال احسن لعيب في الدنيا واللي بيغيظه بالكلام ده. زي مثلا من يومين خوان الفينا اللاعب البرازيلي بيجيب جون، اول جون ليه مع الزمالك، وبيجري يحتفل في المدرجات وبيقلع الفانيلا. فجماهير الاهلاويه ايوه ايوه اعمل كده، هما بياكلوا من الكلام ده. كلام ايه؟ كلام ايه اللي الزمالكاويه بياكلوا منه؟ انا عايز افهم. واحد جاب جون وبيجري يحتفل مع الجمهور، الزمالكاويه كلوا من ايه بقى؟ يعني طيب، لكن لو لعيب في الاهلي مثلا جاب جون وصفقه جديده ولسه جايب جون في اول ماتش او تاني ماتش ليه، جماهير الاهلاويه يقولوا لا ما تحتفلش، ارجع، ما بناكلش احنا من الكلام ده، مالناش دعوه. تقعد بقى تجري وتقلع لنا الفانيلات ونقعد نسقف لك، انت لعيب في الاهلي، انت فاكر نفسك في الزمالك تجري تحتفل معانا ونهيص؟ ارجع يلا. يعني انا مش فاهم يعني هو يعني حاجه غريبه قوي والله. يا جماعه البيتجات والبرامج اللي بتقول الكلام ده هي اللي بتزود التعصب، وهي اللي بتستخدمك، ما تبقاش انت مستخدم، ما تبقاش انت ما عندكش مخ بتفكر بيه، ما عندكش عين تشوف بيها، والناس دي اللي بتوجهك. قال يعني انت كده تنصر النادي بتاعك مثلا؟ انت يعني الموضوع ملوش اي علاقه. عادي زملكاوي لو قلت له مين احسن لعيب في مصر دلوقتي يقول لك امام عاشور قولا واحدا. او السنه اللي فاتت مثلا على مستوى الموسم اللي فات مين كان احسن لعيب في مصر السنه اللي فاتت؟ امام عاشور، مع انه سابه وراح للغريم. ليه؟ ولو قال عكس كده يبقى مدلس. لان دي كوره ما فيهاش يعني كلنا شايفينها، كوره فيها اختلافات واختلاف في الاراء ودي حلاوتها، بس حاجات يعني غير يعني ما ينفعش نتجادل فيها. ما ينفعش اقعد اقول ان زيزو بالونه فسبحان الله تلف الايام وتجيلي فاضطر اغير رايي وابرر لده، اقول ما هو كان عند المنافس فلازم اقول كده. ليه لازم؟ ليه لازم؟ مين اللي اقنعك ان هو لما اللعيب يبقى جامد عند المنافس اشتم فيه؟ قال يعني انا كده بقى خلاص بقى بهد فيه، فلما يجي لي اغير رايي؟ مين اللي اقنعك بالموضوع؟ اللي بيقنعوك بالكلام ده هم اللي بيستفيدوا من ده. ما حدش يقنعك ان ده الصح، عشان في برضو ناس في البرامج وعلى السوشيال ميديا بتقنع الناس ان ده الطبيعي لما يكون في المنافس لازم انت كده كلمه انا مش عايز اقولها والله عشان الفيديو ما يتحظرش، انت كده عارف انت ايه كويس. اراء الكوره ملهاش علاقه بانتمائك.
اللعيب الكويس يقول عليه كويس والوحش يقول عليه وحش. وتشجيع الفريق ده حاجه تانية، والله ما هيزيدك حاجه ولا هينقصك حاجه انك تقعد تشتم في لعيب وانت عارف انه كويس، او لعيب تعبان وتقعد تنفخ فيه بالعافيه. يعني انت اللي قدام نفسك هتبقى يعني انت عارف هتبقى ايه كويس.